بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء، سجلت عن طريق عبد المجيد الرويلي وصلاح الدين عقال. تعال نشوف الأهداف اللي سجلت في مباراة الحزم، الرائد والحزم. 5 ورق بينما الحزم عنده 6، ويعني اتصور ان يعني خلاص هذه كرة امامية الان تصل لصلاح الدين عقال، يحاول المرور، يلعب الكرة العرضية والكرة بالجول. هدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق عبد المجيد الرويلي. عبد المجيد الرويلي اذا يسجل للرائد الهدف الاول وافتتاح التسجيل في وقت مبكر، وهذا ما كنت اتكلم عنه. ربما يعني جوران ما بيده عصا سحريه يغير من حال الحزم من حال الى حال. جوران الصربي الخساره ستكون الثامنه له مع الحزم منذ ان جاء ليدرب الحزم، لكن هذه الكره الملعوبه ممتازه جدا من جانب صلاح الدين عقال، لعب الكره من بين قدمي المدافع الحزم شبيب الدوسري، ثم وصلت لمجيد الرويلي يلعب كره في المرمى. هدف اول ريداوي، هدف اول للرائد، وفرحي من الكابتن فؤاد المطيري، وبالتالي حكم يعطيه الكرت الاصفر ويطرد، بينما صلاح الدين عقال يحط الكره بالجول. هدف ريداوي ثاني، هدف للرائد، هدف ثاني وعن طريق صلاح الدين عقال، ويذهب ليحيي مدرب ريكو جوميز، وهدف ثاني للرائد. اذا يعطي الافضليه للرائد، وطرد موجود على فؤاد المطيري، وبالتالي الامور اتصور انها يعني وبعد مرور 16 دقيقه من زمن شوط المباراه الثاني الحزم في وضع لا يحسد عليه اطلاقا، 2-0 ومطرود منه لاعب، وبالتالي ربما تتضاعف النتيجه، اكثر من 2 بينما المرسوم. كان هذه نتيجة مباراة الرائد والحزم. طبعا الرائد يسجل هدف فوزه الخامس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. معنا